النهارده هعمل معاكم اكتر مشروب كلنا بنحب يكون موجود معانا على سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بودرة الصوبيا، مقادير بسيطة جدا، وهنقول ازاي عصير الصوبيا يطلع معانا زي محلات العصاير، ليه فوم جميل جدا كده على الوش. وهنعمل كمية بودرة صوبيا تكفينا طول الشهر بإذن الله. يلا نبدأ مع بعض نقول مقاديرنا بسيطة جدا هنعملها ازاي. معايا حوالي كوبايتين من سكر البودرة، ومعايا كوباية من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، وكوباية من اللبن البودرة، ودوت بقى جوز هند مطحون. هو كان ناعم وانا طحنته برده في مطحنه خلاط. الكوبايه منه بتعادل هنا حوالي 50 جرام. ومعايا باكو من بودره الايس كريم دوت، لو موجود تمام. بودره ايس كريم فانيليا، لو مش موجود خلاص مش لازم، بس هو بيدي فوم جميل وطعم جميل. قلبي بقى مقاديرك دي كده كلها مع بعض كويس جدا. وعايزه اقول السكر البودره هنا ملوش مقدار، ممكن تحطي كوبايتين، كوبايتين ونص، مفيش اي مشكله. حطيت بقى اسانس اللي هو جوز الهند او روح جوز الهند، ده موجود عند اي عطار. حطيت حوالي معلقتين منه، لو لقيتي بودر تمام، ما لقيتيهوش هاتي الاسانس او روح جوز الهند السائل. ويفضل انك بعد ما تحطي الاسانس او جوز الهند تقلبي بايدك مش بالمعلقه، عشان يعني يتقلب كويس وريحته تبقى مركزه اكتر. تمام كده. كده خلاص البودر بتاعنا جاهز. تعالوا بقى نروح على الخلاط ونضربه مع بعض. حطيت حوالي 3 كوبايات من الحليب، اللبن، وحطيت معلقتين من السكر. ولاحظوا ان احنا حاطين اصلا سكر بودره في المقادير، وبرده التحليه بترجع لك. وحطيت هنا بقى من بودره الصوبيا اللي احنا عملناها مع بعض حوالي معلقتين او 3. اضربيه بقى كده كويس في الخلاط، وشوفي الفوم بقى اللي هيطلع معاكي، وشوفي جماله. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا. وعايزه اقول لكم طعمه تحفه وريحته جميله قوي قوي فعلا. والكميه اللي معايا فعلا هتكفيني طول الشهر. يعني بصوا، مليت منها برطمان بالشكل دوت، ولسه معايا. البرطمان ده كان حوالي نص كيلو او اكتر تقريبا، ولسه معايا كميه كبيره. الكميه فعلا هتكفينا طول الشهر. هو مش مكلف، لان انا فعلا لما رحت اجيبه لقيته بحوالي 250 جنيه كيلو. فقلت على ايه انا اوفره واعمله في البيت. وشايفين الجمال والطعامه. يلا الف هنا وكل سنه.